فالمقص ساعات بيكذب. ايوه، لو انت ماشي وراه لوحده لازم هو المقص اللي يمشي وراك، مش انت اللي تمشي ورا المقص وتقول ايوه انا شفت المقص بيقول فيه كوكسيديا، المقص ما بيكذبش. لا، هو في كوكسيديا في النافق العادي، مش معنى كده ان في كوكسيديا في الفراخ كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. يا رب تكونوا دايما في خير وأحسن حال. معاكم الدكتور سامح عسل، وحلقة النهاردة مهمة جدا خصوصا للشباب اللي بيشرح وعنده قدرة على أنه يشخص الأمراض من خلال استخدام المقص بتاعه. خدوا بالكم يا شباب، مش معنى ان حضرتك معاك المقص وتقدر ان انت بخبرتك تشرح الفراخ وتعرف اذا كان الفراخ فيها مثلا كوكسيديا او كوليستريديا او التهابات تنفسيه او مشاكل معويه ان انت بكده تقدر تشخص المرض وتنطق بالحكم ان العنبر فيه مثلا كوكسيديا. يعني مش معنى ان انت لقيت كوليستريديا في النافق ان العنبر فيه كوليستريديا، مش معنى ان انت لقيت الكبد محتقن وفيه سمار او فيه تغير في اللون ان العنبر فيه سموم فطريه. لازم تاخد بالك وتفهم حاجة. الدكتور زي القاضي لازم قبل ما ينطق بالحكم بيشوف كل الأدلة والتاريخ القضية والكيس هيستوري بتاعة العنبر، علشان انت لو استعجلت وبسرعة انا شايف في النافق مثلا كوكسيديا هروح اجيب دواء كوكسيديا وسلفا وامبرول، انت كده بتعالج فرخة وبتموت فرختين ثلاثة. يعني انت بتكون بشكل غير مباشر بتأذي اكتر ما بتنفع، بتمرض او بتعمل نافق ومشاكل اكتر ما بتعالج. هوضح لحضراتكم الصورة بشكل ابسط من خلال مثال. انت مثلا عندك عنبر 5000 وبعدين لقيت فيه النهاردة 5 أو 6 أو 7 نافق، وبعدين مسكت الفراخ وانت بتشرحهم لقيت فيهم 3 4 فيهم كوكسيديا مثلا وكوليستريديا على سبيل المثال. يعني هل ده معناه ان انت بسرعة هتروح تجيب او ان انت هتكلم حد تقول له انا عندي كوكسيديا كوليستريديا في الفراخ وتروح تجيب بقى الامبرول والسلفا والاموكسي والامبسلين؟ زي ما قلت لك كده، في الحالة دي انت بتعالج فرخة وبتموت فرختين. ازاي؟ اساسا النسبة الطبيعية للنافق لازم تاخد بالك منها. انت الطبيعي النافق بيكون 1 في ال1000، فلو عندك 5000 مزرعة فيها 5000 دجاجة، طبيعي ان انت هتطلع كل يوم 5 6. ده مش يعني ما هواش حاجة تخوفك وتبني عليها حكمك. لازم تكون حكيم، لان الدواء اللي هتستخدمه بدون داعي هيجي على راسك في العمر الكبير في آخر أسبوع من خلال خلل في وظائف الكلية والكبد وضعف المناعة من كتر الأدوية، لأن من كتر الأدوية المناعات بتضعف ووظائف الكلية والكبد بيقلوا، فبالتالي أنت الخسران. وزي ما قلت قبل كده الدكتور كان زمان بيسموه حكيم لأنه لازم يستخدم الحكمة في الأمور، ما هياش رياضة، ما هياش كيمياء. يعني 5 و5 10 اوكي، بس في الأحياء أو في الفراخ ممكن 5 و5 تبقى 9 وممكن تبقى 11، لأن دي أحياء، دي روح. فأنت مش معنى إنك لقيت مثلا كوكسيديا او كوليستريديا اطلع جري بقى اجيب دواء او احط بقى ايه امبرول ومضادات حيويه. يا عم انت كده بتهلك فلوس في الفاضي. وبعدين ان كنت هتعالج النسبه الطبيعيه اللي ممكن اصلا مش هتعالج، انت برضه ممكن تحط الدواء والنافق مش هيقل عن 1 في ال1000 او حتى 2 في ال1000. هتبص هتلاقي نفسك على المدى البعيد في اخر اسبوع خلاص النافق بيزيد بقى من ايه؟ ما هو الدواء اللي انت حطيته ده ممكن يهلك الكليه والكبد في العمر الكبير، يضعف المناعه، يسبب يعمل مشاكل تانية احنا مش هنقدر في العمر الكبير نسيطر عليها. طب يا دكتور انا مثلا لقيت النافق طبيعي وبعدين بمشي في وسط الفراخ لقيت لون البراز، لون الاخراج بتاع الدجاج بني واحمر حتى بقى من غير نافق، في الحاله دي لازم تستخدم حكمتك وتشوف اخر جرعه الدواء واخدينها امتى، خدوا امبرول واموكس ولا ما خدوش. لا ما خدوش مثلا من اسبوع 10 ايام، يبقى في الحاله دي حتى لو من غير نافق لازم تحط الدواء. يعني الموضوع يا شباب بيكون محتاج مننا شوية صبر وشوية حكمة علشان ما تهلكش فلوس ومناعة وكلية وكبد وتيجي في آخر أسبوع تقول هو الفراخ بتموت من إيه؟ الفراخ بتموت من الاستخدام الخاطئ للأدوية في الأول، زيادة الأدوية في الأول، فممكن تيجي في الآخر تلاقي نفسك في مشاكل. يبقى الصح في معاملة الدجاج ان احنا بنعمل برنامج بنعامل القطيع كله كدجاجة واحدة. يعني القطيع ده كله كده بنشوف والله انا همشي ببرنامج مثلا عمر 10 ايام كوكسيديا وكوليستريديا، فلو جيت عمر 13 يوم لقيت فيه في النافق كوكسيديا وكوليستريديا ولا يشغلني،
لان انا خلاص عملت المعامله بتاعتي، خلصتها وحطيت برنامج للقطيع كله كوكسيديا كوليستريديا. لكن لو جيت عمر 20 يوم لقيت فيه اسهالات بني وحمراء كتير، ولقيت في النافق معظمه كوكسيديا وكوليستريديا، يبقى في الحاله دي لازم اصدق المقص بتاعي وفعلا احط برنامج كوكسيديا كوليستريديا. يبقى ملخص الكلام يا شباب، مش كل حاجه هيشوفها المقص في التشريح هتصدقها وتدي حكمك بناء على تشخيصك بالمقص. فالمقص ساعات بيكذب، ايوه، لو انت ماشي وراه لوحده. لازم هو المقص اللي يمشي وراك، مش انت اللي تمشي ورا المقص وتقول ايوه انا شفت المقص بيقول فيه كوكسيديا، المقص ما بيكذبش. لا، هو في كوكسيديا في النافق العادي، مش معنى كده ان في كوكسيديا في الفراخ كلها. ان في مثلا التهابات معويه او سموم فطريه في النافق اللي مات، ده مش معناه ان السموم الفطريه في الفراخ كلها. اساسا السموم الفطريه بتنتج من الكوليستريديا ساعات، فانت مش معنى ان في تغير في لون الكبد ان ده عيب في العلف. ده ممكن يكون التغير في لون الكبد من التوكسينز او السموم اللي جايه من الكوليستريديا. فالموضوع محتاج ايه؟ زي ما قلت لحضراتكم، محتاج ان المقص هو اللي يمشي وراك، مش انت اللي تمشي ورا المقص. في النهايه يا رب اكون افدتكم واسعدتكم. ما تنساش بقى اللايك الجميل للفيديو وتشترك في القناه علشان يصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.